يوم 5/3 سنة 1971، وتحديدا يوم الجمعة الساعة 10 صباحا، وصلت إشارة مشفرة لمبنى المخابرات العامة المصرية. وبعد ما تم سماع الإشارة وتفريغها، ضابط المخابرات المسؤول عن قسم الاعتراض اللاسلكي أخد بعضه وطلع فورا على مكتب، وبعد السلام قال له اتفضل يا فندم، وصلتنا إشارة لاسلكية النهاردة فيها تفاصيل مهمة جدا. رئيسه أخد منه البرقية بسرعة وقعد يبص فيها شوية، وبعدين سأله بجدية الإشارة دي جت إمتى بالظبط؟ رد عليه الضابط أمجد وقال له والله يا فندم الإشارة وصلت من حوالي 10 دقايق، ومجرد ما تابعنا الموجة وفكينا الشفرة الأولوية جيت لسيادتك على طول عشان أبلغك. رد عليه رئيسه وقال له عظيم جدا يا أمجد، عايزك من دلوقتي تستمر في اعتراض الموجة وتتابع وتسجل كل حرف، وبعدين تعرض البرقية على قسم الشفرة، ولو في أي معلومة حيوية ظهرت تيجي تبلغني بيها حالا. وبعد ما الضابط أمجد سمع تعليمات رئيسه أخد بعضه وطلع فورا على قسم الشفرة المختص، وهناك بدأت ملحمة تانية خالص. وخليني أقولك إن المهمة دي كانت تعتبر من أقوى وأصعب المهمات اللي بيقوم بيها رجال المخابرات العامة المصرية في الوقت ده، لأنك حرفيا بتتعامل مع شبح ملوش عنوان. عشان كده رجال المخابرات بدأوا يشتغلوا بنظام المطابقة، يعني يقارنوا مقاطع صوتية جديدة مع مقاطع تانية من رسائل قديمة عندهم. وهنا الموضوع ما كانش سهل زي دلوقتي، ده أخد منهم حوالي 3 أو 4 أسابيع، ورجال المخابرات بذلوا مجهود خرافي عشان يفكوا رموز أي برقية بتوصل لهم. وبعد مجهود جبار وبتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى تم فك الشفرة بنجاح. وهنا كانت الصدمة، رجال المخابرات اتأكدوا تماما إن الرسالة دي مش مجرد شوشرة لاسلكية، لا دي رسائل موجهة لقلب مصر. وهنا في جاسوس تابع للموساد الإسرائيلي في قلب القاهرة، والجاسوس ده قاعد وسطنا وبيستقبل الرسائل دي بشكل مستمر. وعشان الموقف لا يحتمل التأخير صدرت أوامر فورية من القيادة لعمل اجتماع عاجل. حضروا عدد من أفضل ضباط المخابرات ومعهم خبراء في الاتصالات، ودارت مناقشات استمرت لأكتر من 8 ساعات متواصلة. الكل كان بيتساءل ليه موجة التردد اتغيرت دلوقتي، خاصة بعد ما عرفوا إنها عالية التردد. والخبراء أكدوا بنسبة 100% إن اللي بيستقبل الرسائل دي في القاهرة مستحيل يكون بيستخدم راديو عادي من اللي موجود في البيوت، لا ده أكيد بيستخدم جهاز استقبال حساس جدا. وده معناه إننا مش قدام جاسوس هاوي، إحنا قدام واحد محترف. لكن السؤال المهم اللي كان شاغل بال الجميع وقتها، الجهاز ده جه منين؟ هل ممكن يكون الجهاز الراديو المتطور ده تم شراؤه من داخل مصر، ولا الموساد قدر بطريقة شيطانية يسربه ويدخله قلب القاهرة؟ والإجابة على السؤال ده هي اللي كانت هتغير مسار العملية 180 درجة. واحد من رجال المخابرات المتخصصين في تأمين الأماكن اتكلم وقال لو الجهاز ده دخل عن طريق جاسوس جاي من بره يبقى احنا قدام اختراق أمني ومحتاجين نراجع كل الثغرات. والأخطر من كده إن ده معناه وجود شبكة تجسس كبيرة جدا جوه مصر، وهي اللي سهلت دخوله واستلامه. لكن ضابط تاني أخد الموضوع من زاوية تانية خالص وبدأ يحللها بالمنطق، وقال له يا فندم احنا مأمنين مداخل ومخارج البلد كلها، ومن الصعب لأي جاسوس يجي من الخارج ومعاه جهاز راديو زي ده، لأن عملية زي دي معقدة جدا وفيها خطورة كبيرة على الجاسوس، وخاصة لو دخل المطار هيتكشف أمره. أما بقى الاحتمال التاني وهو إنه ممكن يكون تم شراؤه من القاهرة، فده معناه إن الجاسوس بيتحرك بذكاء، وده بيخليه أقل خطورة في نظر أجهزة التفتيش، ومن الصعب جدا على أي حد يشك فيه أو يربط بينه وبين النشاط التجسسي. وهنا مدير المخابرات قال لهم خلاص يا رجالة الموضوع محتاج نفس طويل، مهمتنا دلوقتي إننا ندور على طرف خيط يوصلنا للجاسوس ده، وأقصر طريق هو إننا نعرف مصدر الجهاز، زي اشترى الراديو ده منين ومن أنهي محل. وطبعا دي لوحدها لو عرفناها مسألة القبض عليه هتبقى مسألة وقت مش أكتر. جهز نفسك يا أمجد أنت والرجالة، عاوزكم تخلصوا العملية دي في أسرع وقت. وهنا رجال المخابرات بدأوا ينزلوا الشارع بنفسهم ويفتشوا في كل حتة في القاهرة. الخطة كانت واضحة، حصر ومسح شامل لكل المحلات اللي بتتعامل في قطع الغيار أو أجهزة الراديو المستوردة، وبالأخص الطرازات الخاصة اللي ليها حساسية عالية. ورجال المخابرات فعلا بدأوا رحلة العذاب، كانوا بيسألوا أصحاب المحلات والورش الفنية بالوصف الدقيق لمواصفات الجهاز، ويحاولوا يراجعوا معاهم دفاتر المبيعات، ده لو كان في دفاتر أصلا. وطبعا المهمة كانت شبه مستحيلة وأخدت مجهود ذهني وبدني خرافي، وقت كبير جدا، لأنك بتسأل عن إبرة في كوم قش، وكل ما يسأله صاحب محل الردود كانت تحبط أي حد. اللي كان يرد ببرود ويقول
يا باشا أنا مش فاكر أكلت إيه امبارح، هفتكر زبون دخل عندي من شهر واللي كان يهرش في راسه ويقول يا فندم المحل هنا زي السيرك، كل يوم بيبيع عشرات الأجهزة لمئات الزباين. هفتكر مين ولا مين؟ ده اللي بيشتري جهاز النهاردة لا بيسيب اسم ولا عنوان. وفي اللحظة دي رجال المخابرات بدأوا يحسوا إنهم بيلفوا جوه دايرة مقفولة، مش عارفين يمسكوا أولها من آخرها ولا لاقيين طرف خيط يوصلهم لأي نتيجة. وبعد 4 أيام كاملة من البحث ما كانش في أي جديد، لدرجة إن رجال المخابرات كانوا خلاص هيلغوا خطة البحث دي ويدوروا بقى على أي بديل تاني. ولكن وزي ما بنقول ياما في الجراب يا حاوي، في اليوم الخامس بالتحديد ظهر قدامهم صاحب محل، راجل كبير في السن وكلامه على قده. في البداية الراجل ده ما كانش مستوعب اللي بيسمعه، لكن لما بدأوا يوصفوا له الجهاز ده بالظبط استجاب معاهم في الكلام وقال لهم أيوة أنا فاكر الجهاز ده كويس، في زبون جاني من وقت قريب واشترى مني الجهاز ده، والغريبة إن الزبون ده يومها لا فاصل في سعر ولا اتكلم في فلوس، دافع المطلوب كاش وخد الجهاز وهو مستعجل. وصراحة أنا استغربت جدا لأن النوع ده من الأجهزة غالي قوي ومحدش بيشتريه إلا فئة معينة في المجتمع أو الناس الأكابر، ونادر قوي لما يجي زبون ويطلبه بالاسم. واحد من رجال المخابرات قال له تمام، ممكن تركز معنا شوية؟ احنا محتاجين منك توصف لنا ملامح الشخص اللي اشترى منك الجهاز ده، مثلا كان بيتكلم مصري ولا ليه لهجة معينة أو فاكر اسمه أو حتى اليوم والساعة اللي تمت فيها البيعة دي. الراجل العجوز سكت شوية بعدين قال لهم صراحة الزبون ده جاني مرة واحدة وابقى كداب وعيني قوية لو قلتلكوا أنا فاكر تفاصيل الكلام اللي دار بينا. أنا راجل كبير في السن وكمان السن ليه حكمه، ولكن في حاجة واحدة بس لسه محفورة في دماغي ومش قادر أنساها. الراجل ده لما حط رجله في المحل كان باين عليه ابن سوق وعارف كويس هو عايز إيه، عشان كده طلب مني الجهاز ودفع ثمنه ومشي على طول. بس عدم لا مؤاخذة يعني في السؤال، هو الراجل ده عمل إيه بالظبط؟ أنا شايفه زبون لقطة اشترى بضاعتي ودفع ثمنها وراح لحال سبيله. لو انتوا عاوزين قطعة زي اللي اشتراها أنا ممكن أتصرف لكم فيها وبتمن برضه هيعجبكم. وهنا رجال المخابرات بصوا لبعض وحسوا إن الراجل ده وراه سر ورافض يتكلم. ولحد اللحظة دي الراجل ده ما كانش يعرف إن اللي واقفين قدامه في المحل وبياخدوا ويدوا معاه في الكلام هم رجال المخابرات العامة المصرية. وفجأة واحد منهم قال له بقول لك إيه يا عم صلاح، سيب اللي في إيدك وتعالى معانا. الراجل الدم نشف في عروقه، أروح معاكم فين يا بيه؟ أنا قلت كل اللي عندي وزيادة، هو أنا عملت حاجة؟ واحد من رجال المخابرات قال له ما تقلقش يا عم صلاح، مشوار بسيط لحد مبنى المخابرات العامة وهناك بقى نتكلم براحتنا. الراجل لما عرف إنهم ضباط مخابرات كان هيقع من طوله في الشارع، وقبل ما يركب العربية معاهم قال لهم أنا افتكرت حاجة مهمة، غالبا لما ببيع الأنواع دي من الأجهزة بدي للمشتري شهادة ضمان وبسجل عندي في الدفتر بعض بياناته عشان يعني لو حصل حاجة في الجهاز. ضابط المخابرات بصله وهو متعصب، فين الدفتر؟ وليه ما قلتش الكلام ده من الأول؟ الراجل الكبير رد عليه وقال له والله يا بيه من الخوف ودخلكم عليا خلتني نسيب كل حاجة، ثانية واحدة بس خلوني أدخل أدور عليه وأجيبه. وفعلا الراجل دخل مكتبه وطلع أوراق ودفاتر قديمة وفضل يدور في قلبها أكتر من ساعتين لحد ما في النهاية طلع صورة الفاتورة وشهادة الضمان. ولكن رجال المخابرات شكوا في الموضوع وقالوا لبعض مش معقول جاسوس بالذكاء ده يسيب اسمه وعنوانه الحقيقي في فاتورة محل، جايز يكون اسم حركي أو مستعار مش أكتر ومجرد تمويه عشان يهرب من أي مراقبة. بس في نفس الوقت شكوا إنه ممكن يكون ده اسمه الحقيقي فعلا، وإن الجاسوس ده افتكر إن محدش هيوصل للمحل ده أصلا، عشان كده بدأوا يبحثوا ورا الشخص ده. وكانت المفاجأة العنوان طلع صح وموجود على أرض الواقع. الراجل ده كان عنده 50 سنة واسمه عطية فهمي، بس الغريب بقى في عطية ده ما كانش باين عليه أي حاجة، راجل طيب وفي حاله والناس في المنطقة كلها بتضرب بيه المثل في الأدب والأخلاق العالية، وكان دايما ماشي جنب الحيط ومالوش في القيل والقال ولا المشاكل، والكل كان بيقول عليه ده بركة المنطقة ومعدنه أصيل. عشان نفهم عطية وصل لكده ازاي لازم نرجع بالزمن لورا شوية، وتحديدا بعد نكسة 67. في الوقت ده عطية كان شغال موظف بسيط في الحكومة المصرية ومكان خدمته كان في العريش. وزي ما احنا عارفين الصهاينة وقتها ما كانوش بيرحموا لا صغير ولا كبير، والغل كان مالي قلوبهم. ورغم ان عطية ما كانش عسكري وسنه كان كبير نسبيا إلا انهم اعتقلوه وبهدلوه واعتبروه أسير حرب. وهنا بقى عطية شاف أيام سودة، اتعرض لضغوط نفسية وعصبية وكل يوم كانوا بيحققوا معاه.
وفي يوم من الأيام عطية اتفاجئ إن باب الزنزانة بيتفتح، ولقى واحد كده لابس بدلة وشكله شيك جدا. عطية قام من مكانه وقال له: أبوس إيدك خرجني من هنا يا بيه، أنا مش عسكري ولا بنتمي لأي جهة حربية عشان تعاملوني كده، أنا مجرد موظف مدني بسيط. ضابط الموساد ضحك ضحكة صفرة مليانة خبز وقال له: اسمع يا عطية، في قانوننا احنا طالما بتشتغل في أي جهة تابعة للحكومة المصرية فأنت بالنسبة لنا زيك زي أي عسكري شايل سلاح في الجبهة، وما تفتكرش إن سنك ده يشفع لك، كلها يومين بالكتير ويتم تنفيذ حكم الإعدام فيك، إلا بقى لو شغلت دماغك وسمعت الكلمتين دول. حاضر حاضر، اللي تشوفه يا بيه أنا موافق عليه. ضابط الموساد طبطب على كتفه وقال له: عفارم عليك يا عطية، كويس إنك بتفهم بسرعة، وده هيوفر علينا وقت ومجهود كبير جدا. احنا عايزينك تشتغل معانا وتنقل لنا أي معلومات تعرفها عن المصريين. في اللحظة دي عطية ما كانش عارف يقول إيه، ورفض يتكلم أو يقول أي حاجة، وده خلى ضابط الموساد يكمل كلامه وقال له: بص يا عطية، أنا هسيبك دلوقتي مع نفسك شوية تفكر في كلامي، وهرجع لك تاني تكون هديت، وعاوزك تفكر كويس في اللي انت فيه. مفتاح خروجك من هنا ورجوعك لبيتك هو إنك تشتغل معانا، إنما لو فكرت تلعب بديلك أو ترفض انت أكيد عارف إن حياتك هي التمن، وما افتكرش إنك مستغنى عنها. وبعد شوية ضابط الموساد دخل الزنزانة مرة تانية وسأل عطية: ايه يا بطل، فكرت كويس ولا لسه محتاج وقت تاني؟ عطية قال له: أنا مستعد أتعاون معاكم وأبدأ من دلوقتي، بس خرجوني من هنا. ضابط الموساد ضحك وقال له: عفارم عليك يا عطية، وعشان أثبت لك إننا بنقدر اللي بيشتغل معانا أنا لازم أكافئك بنفسي. نده على واحد من الحرس بتوعه وقال له: عاوزك تهتم بعطية، تخليه ينسى أي حاجة مر بيها، وبكرة الصبح تجيبهولي على مكتبي. وفعلا عطية خرج من الزنزانة ودخل عالم تاني خالص، عالم المخابرات والجاسوسية. وتاني يوم على طول راح عطية عشان يقابل ضابط الموساد، وأول ما دخل المكتب قال له: أنا جاهز يا فندم، قول لي إيه المطلوب مني وأنا نفذه. ضابط الموساد بصله وقال له: اسمع يا عطية، أول ما هتنزل القاهرة مش مطلوب منك غير حاجة واحدة بس، إنك تلف وتحكي حكايتك لكل الناس، الصغير قبل الكبير، الفقير قبل الغني، وتقول لهم قد إيه أنت كنت أسد في العريش وقدرت تقاوم وتهرب من الاحتلال. وطبعا إحنا مش هنسيبك كده، إحنا هندربك ونحفظك السيناريو كلمة كلمة، وهنعرفك إمتى تضحك وإمتى تبكي عشان محدش يشك فيك. وبعد ما اسمك يسمع والحكاية تملى الشوارع هنبعت لك مندوب تبعنا يخلص لك كل أوراقك ويسفرك على باريس. وللأسف عطية باع وطنه مقابل إنه يعيش. المهم عطية رجع القاهرة وبدأ ينفذ الدور بالظبط، رسم الوش الحزين والبطولة المزيفة، وحكى للناس كلها إزاي عرف يهرب من الصهاينة، وقال لهم إنه هرب وسط رمال الصحراء وقطع مسافات خرافية اتجاه شرق الأردن، وهناك السلطات الأردنية استلمته وسفرته على القاهرة. وطبعا الناس صدقته وتعاطفت معاه، ونجح عطية في أول اختبار حقيقي ليه، وبدأ يمارس حياته عادي بكل بساطة، وفضل على الحال ده لحد شهر يوليو سنة 1970. وقتها بدأت المرحلة التانية من الخطة. عطية سافر على باريس تحت غطاء رحلة سياحية تابعة لجمعية اسمها الصداقة العربية الفرنسية، وهناك قابل المندوب الإسرائيلي واللي كان مستنيه في شقة سرية، وبدأ عطية يتدرب على أحدث أساليب التجسس، وده خد منه وقت حوالي شهر كامل. وقبل ما يرجع مصر مرة تانية ضابط الموساد قال له: أول ما تنزل القاهرة هتشتري جهاز راديو بمواصفات معينة إحنا هنحددها لك، الجهاز ده هيكون هو قناة الاتصال السرية بيننا وبينك، وهنبعت لك عليه الرسائل المشفرة كل يوم جمعة الساعة 10 صباحا، وأي معلومة تعرفها تبعتها لنا فورا على عناوين مختلفة في أوروبا. وفعلا الخاين بدأ ينفذ وبدأ يبعت أي معلومة تقابله في طريقه، لكن اللي ما كانش يعرفه إن أجهزة الرصد اللاسلكية كانت متابعة كل حاجة. وطبعا زي ما حكينا في بداية الحكاية رجال المخابرات قدروا يحددوا مكانه ويعرفوا هو مين. وكان في هنا سؤال جوهري: هل نقبض عليه دلوقتي ونقدمه للمحاكمة بتهمة الخيانة، ولا نستغله عشان نخدع العدو؟ القرار النهائي كان عبقري. رجال المخابرات قالوا: احنا لو قبضنا عليه في الوقت الحالي مش هنستفيد منه أي شيء من الناحية المعلوماتية، والعدو هيعرف فورا إن أسلوبه اتكشف وهيبدأ يغير خطته، لكن لو سبناه وخليناه تحت عينينا هنستفاد منه كتير جدا. فاعترض واحد من رجال المخابرات وقال: مستحيل نسيبه بعد اللي عمله، وبعدين احنا لو سبناه ايه اللي يضمن لنا انه ما يبعتش معلومات مهمة تضر البلد؟ فرد عليه واحد تاني وقال له: وهو هيجيب معلومات منين؟ ده تحت عينينا 24 ساعة.
وكمان احنا سابقينه بخطوة، وأي نفس بيتنفسه احنا عارفينه. وهنا رجال المخابرات اتفقوا انهم يسيبوا عطية فهمي يبعت أي معلومة هو عاوزها. وفعلا عطية بقى ياخد المعلومات ويكتبها بالحبر السري، وبعد كده يوديها لأقرب مكتب بريد عشان يبعتها على العناوين المتفق عليها في الخارج. وقبل ما الجواب ده يقع في ايد الموساد، كان في قسم خاص في جهاز المخابرات بيتعامل مع النوع ده من الجوابات، فكانوا بياخدوا الجواب ويفحصوه كويس ويعرفوا كل كلمة مكتوبة فيه. بعد كده يستبدلوها بمعلومات مغلوطة، وده طبعا كان بيتنفذ بدقة عالية جدا، لدرجة إن أي حد يشوف الجواب ما يشكش لحظة إن حد فتحه قبل كده. وبالفعل رجال المخابرات نجحوا إنهم يمدوا عطية بمعلومات مغلوطة لمدة سنة كاملة. ومش بس كده، ده كمان كانوا بيراقبوا رسائله اللاسلكية اللي بينه وبين الموساد، واللي كانت بالنسبة لهم زي الكتاب المفتوح. وقبل ما عطية حتى يفكر في أي حاجة كانوا هم عارفينها قبله. لحد ما في يوم من الأيام رجال المخابرات عملوا اجتماع وقالوا لحد هنا وكفاية، عملية عطية فهمي انتهت، وآن الأوان بقى إننا نقبض عليه. وفي ليلة من ليالي شهر إبريل سنة 1972 كان الجاسوس عطية فهمي قاعد في شقته وبيستقبل رسائله الخاصة، وفجأة الباب خبط. أول ما سمع الصوت جري بسرعة، مسك الراديو وغير مؤشر الموجة اللي بيستقبل عليها الإشارات، وقبل ما يفتح الباب نده بصوت عالي وقال أيوة مين؟ رد عليه البواب وقال له أنا البواب يا أستاذ عطية. عطية أول ما عرف إن ده البواب فتح الباب وزعق له وقال له أنت إزاي تخبط عليا في وقت متأخر زي ده؟ لكن البواب كان واقف ساكت ما بيتكلمش. عطية بصله باستغراب وقال له في حاجة؟ رد عليا بكلمك، أنت عاوز حاجة؟ البواب برضه واقف ساكت ومش بيرد. وقبل ما عطية يقفل الباب في وشه لقى قدامه مجموعة من رجال المخابرات. واحد منهم قال له بهدوء مساء الخير يا عطية. رد عليه وهو متوتر مساء النور، ممكن أعرف أنتوا مين وعاوزين إيه؟ رد عليه ضابط المخابرات وقال له إحنا المخابرات العامة المصرية. في اللحظة دي عطية وقع من طوله، ورجال المخابرات العامة دخلوا الشقة وفتشوا كل ركن فيها لحد ما لقوا جهاز الراديو اللي هو بيستخدمه، وكمان جوابات بالحبر السري كان لسه هيبعتها. وهنا عطية ما كانش مصدق إنه اتكشف بالسهولة دي، لدرجة إنه قعد يقول أنا بريء، أنا ما عملتش حاجة. لكن قدام الأدلة ما قدرش ينكر أكتر من كده، واعترف بالتفصيل إنه خان الوطن لصالح الصهاينة، وبعدها على طول اتحكم عليه بالإعدام. ولحد هنا تكون نهاية حلقتنا، وبتمنى لو الفيديو نال إعجاب حضراتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وتعليق إيجابي. سلام عليكم.